السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم حلويات سهل الحنان. بما أننا مقبلين على راس السنة، اليوم جيت نتقاسم معكم واحد الفيديو طرطة أو حلوة لاكريم عليها الطلب في راس السنة، خصوصا السنة الجديدة، ببيضتين فقط، مكونة جد اقتصادية بدون جينواز ولا صعوبات. تقدر تحضري هاد الأرخص وأسرع وأسهل طرطة وحلوة لاكريم عليها الطلب في راس السنة بواحد الكلاصاج اللي سهل وسريع بدون جيلاتين، ناجح ولامع من اول مره بالقياس الكاس. ذلك غادي نتقاسم معكم جميع الاسرار اللي غتنفعكم والطريقه الصحيحه اللي تحتفظ بها في الثلاجه، ومع يعني القياسات بالكاس وكذلك بالغرام. من على بركه الله نبداو مكونات والطريقه والمقادير ديال هاد الطرطه وحلوه لاكريم، خصوصا في هاد راس العام يعني عليها اقبال بزاف، تكون عليها الطلب. محتاجين نص كاس ديال السكر، كما شفتوا المكون ديالها اقتصاديه وسهله، هذه من ارخص يعني بدون جنواز. درت جوج بيضات، نص كاس الكاس تاع العنبه، كما قلت لكم نخلي لكم كلشي قياس بالغرام وفي كذلك في بالميزان في صندوق الوصف. زدت عليها ربع كاس ديال الزيت، ربع كاس، يعني سهله بزاف كما قلت لكم، لاحظوا معايا، ورخيصه بزاف، راه من اسرع وارخص واسهل طرطه او حلوه تقريبا لكم الاسماء. كما شفتوا معايا غادي نطرب مزيان، وغزت عليها نص كاس ديال الماء عادي من الروبيني. وواحد الملاحظه، بامكانكم ديري الخلاط الكهربائي او ديري الطحان اللي تنطحنوا فيه، او ديري الفوي تاع الليد عادي، ماشي ضروري ديري هذاك الخلاط الكهربائي. يعني كما شفتوا معايا وزدت الدقيق، تاع الدقيق، وزدت ثاني نص كاس ونص تاع الدقيق، 7 غرام ديال الخميره، في 7 غرام ديال الفاني. ما تنساوش قبيصه ديال الملحه. نتمنى الفيديو يكون واضح. المكونات ديالها جد اقتصاديه، والطريقه ديالها غتشوفوها اسهل بكتير، بواحد الكلاصاج اللي سهل التحضير، ومكونات ديالو اقتصاديه بزاف بدون جيلاتين، وتيجي لامع وغينفعك بزاف الوصفات. هاد الكلاصاج مع ملعقه، واحد الملعقه صغيره ديال الخل باش يعطيك الهشاشه وتجي زوين. هاد الكيك ديال اللي غنديرو الحلوه ديال لاكريم ان شاء الله او الطورطه. المهم كما شفتوا راه بقى ليا نص كاس ديال الدقيق، درت كاس ونص تاع الدقيق فقط. هاد الطورطه وحلوه لاكريم راه جد اقتصاديه، يعني في متناول الجميع، اي وحده بامكانكم ديرها. المكون ديالها تكون دائما في البيت، ماشي شي حاجه اللي كثيره. نتوما تلاحظوا معايا حتى الكلاصاج راه ساهل بزاف. المول دائري، درت ليه واحد داك الكاغط تاع الفورنو المعروف او الورق الغذائي، كل واحد اش يقول ليه. الفران اني سخنته باش ندخل ليه الكيك ديالنا، اللي ما تاخذش وقت كتير. وهاد الخلطات دائما انا تنديرهم باش اي هواء كان داخل تيتحيد. ومن بعد مشيت نحضر الكريمه ديالي اللي غادي نرافق، اللي غادي ندير في هاد الحلوه. ودرت فيها واحد الملعقه كبيره ديال الشكلاط تاع الدهن، يعني اي شكلاط عندكم تتفضلوا اللي تكون النكهه ديالو خاصه، تيجي بحال هادشكل، تيجي رائع، تجي واحد المذاق طوب فيها. واختاروا كريمه تكون زوينه. الكريمه اللي تندير انا راه فيها السكر وكل شيء يعني مقاده، وزدت عليه غير هذاك تعطي المذاق رائع. دابا غندوزو نحضروا السيرو من بعد ما وجدنا الكيك ديالنا واللي خرجناه وخليناه تيبرد على خاطره، ضروري يبرد باش نكملوا المراحل. خديت واحد الملعقه ديال القهوه تاع سريع الذوبان، وغزت عليه واحد الكاس كبير ديال الماء طيب غليان بدون سكر. انا ما تندير السيرو فيه السكر دائما. الا درت هذا، الا ما كانش غندير هذا، كنت غنوع باش تجيني طورطه مختلفه، تندير الحليب. الا ما بغيتوش او اضطريتو ما كانش عندكم لا قهوه داك، ديروا 2 معالق ديال السكر في كاس ديال الماء، غليوه مزيان، ما تكثروا السكر. من الاحسن حاولوا تجنبوا السكر. انا خديت هذا المول اللي عندي تاع هذا الدائري. لما كانش عندكم هذا، عاودوا استعملوا داك المول اللي طيبتوا فيه الكيك ديالكم، هو اللي تلبسيه البلاستيك لتحت باش تنحضروا فيه المراحل بهذا الشكل. المهم انا غطيتكم، الا ما كانش عندكم هذا ديروا المول اللي طيبتوا فيه الكيك، هو اللي لبسوه البلاستيك باش تجينا ساهل من نبغيو نخرجوه منه. اول حاجه غادي نشربوا السيرو مزيان ديال هاد القهوه باش تجي رائع. المذاق ديالها تيتوتم مع الكريمه اللي فيها الشوكولاط، خصوصا الشوكولاته اللي درتو شي شوكولاط اللي رائع فيه الدهن، على هذا الحساب هذا الشكل. وصافي المهم غادي دابا غنبدا ندير فيه المول ديالي، ندير الكريمه. انا شوف، وانا شربو مزيان الكيكه، قد ما شربتوها شوف باش تعرفوها ناجحه، قد ما شربتيها قد ما تتشرب، قد ما تعرفيها تشرب، اذا الكيك ناجح ساهل. كما شفتوا المكون ديالو راه اقتصاديه.
دابا غندير ديك الكريمه غنديرها لتحت اللي طربت معاكم، وراني مديره البلاستيك كامل لتحت. كما شفتوا راني درت بلاستيك كامل لتحت حتى درت فوق الكريمه، المهم باش كل مراحل باينه. ودابا غادي نزيد داك الكيك. انا درتها لكم جد اقتصاديه بزاف هاد الطورطه او حلوه لاكريم. بامكانك ديري هنا اللوز او ديري شوكولاط محكوك او ديري القرقاع اللي عجبك، يعني ديري شحال من حاجه تقدري ديريها تماك الوصف، ولكن انا بغيت نديرها اقتصاديه باش كل شيء بامكانه يفرح ويدير الحاجه زوينه. وغتشوفوا الكلاصاج اللي تا هو ساهل بزاف. هادشي ما كان تنتمنى الحلوى او حلوه لاكريم او الطورطه اللي درت اليوم اللي تكون فعلا جد اقتصاديه وفي متناول الجميع، وتكون عليها الطلب بزاف في راس العام. ودابا انت بامكانك تفرحي وليداتك كي راس العام كيبدا راسها حنا تنديروا الحلويات دائما ماشي تقادي راس العام او راس السنه. المهم دابا غنديرها في الثلاجه على الاقل واحد 2 سوايع القليله، 2 سوايع ديرها في العشيه، والغد عاد تكملي المراحل ديالها، لان الكلاصاج اللي غنديرو خاص الطورطه تكون مجامده باش ما تذوبش لينا فوقه. محتاجه نص كاس ديال السكر، هذا هو الكلاصاج اللي قلت لكم ساهل وناجح وسهل التحضير. نص كاس ديال الشوكولاط غبره، غندير نص كاس ديال الحليب كيما شفتوا نفس الكاس اللي عبرت به هو اللي غنعبر به جميع المكونات. المهم تنتمنى تجربوا هاد الكلاصات وتردوا عليا. نص كاس ديال الحليب كما قلت لكم، كذلك غنزيد عليها نص كاس تاع الزيت، وغادي نخلط المكونات بشويه بشويه. نص كاس ديال الحليب، نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الشوكولاط. نخلي لكم كلشي المكون في صندوق الوصف. تنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. مازال باقي عندي يعني معلومات اللي مفيده بزاف. غادي نخلطوا الكلاصاج فوق النار مزيان تيتجانس، وعاد غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي مهمه بزاف. غادي نبقاو نخلطوا فيه نحاولوا ما نحيدوش داك الفوح حاضينو تيولي على هذا الشكل فيه الفقاعات ونقص. هنا فين غتعرفوا الكلاصاج وجد بدون جيلاتين بهذا الشكل. صافي وخليه يبرد باش تحصلي على نتيجه رائعه. يجي كلاصاج لامع ورائع. خليوه تيغلى تتولي بقبق، تتولي في ديك البقبقات بق. تنتمنى يكون الفيديو واضح، تنتمنى يكون كلامي واضح ومفهوم. وغادي نحصلوا على هذه النتيجه. تنحاول نتكلم يعني بكل بساطه يعني باش تكون هضرتي واضحه. كلاصاج غنحاول نبردو على هذا الشكل، خصني يبرد ليا. المهم بغا يبقى دافي، تخشي فيه صبعك يعني صبعك يصبر يبقى دافي. والكلاص او الحلوى عفوا حلوه لاكريم او الطورطه تكون جامده من قبل، ضروري خاصها تكون جامده. علاش قلت لكم القليله 2 سوايع القليله. المهم دابا غنحيدوا ليها البلاستيكه ديالها وغادي نبداو نوجدوا فيها باش نديروا لهاد من الفوق الكلاصاج اللي ساهل بزاف واقتصادي. ولكن قبل خصنا نحاولوا نقادوها ولا بان شي ثقبه. المهم نقادو الفينيسيون ديالنا وصافي باش تجي طورطه مقاده ما فيهاش حتى ثقب او شي حاجه من الجناب على الشكل. يعني كاع البنو شي خويت كاع نحاول نقادهم باش الطورطه باش هذاك الكلاصاج يجي مقاد ما يجيش محفر لا والو. تنتمنى المعلومات تكون واضحه خصوصا المبتدئات. انا تنحاول نهضر مع المبتدئات اللي تيكونوا باقيين يلاه بداو، وهاد المعلومات راه غيفيدوكم بزاف. تنتمنى يعني تكون فائده. ودائما كما قلت لكم الحلوى خصها تكون بارده مزيان كانها متلجه باش ما يذوبش ليا هاد الكلاصاج. يعني ما يذوبش ليا الحلوى اللي غادي ندير عليه. ودابا غندير من الجناب هما الاولين يهبط لي، غادي ندير الوسط. هذه هي الطريقه الصحيحه ديال الكلاصاج باش المهم حتى الجناب يديروه يطيح الجناب وتجي ساهله من الوسط وصافي. وديري اي ملعقه دابا ساهله وتسرحي بكل بساطه وتعطيك يعني النتيجه جد جد مرضيه. والتحتاني اللي بقى لينا تنحاولوا نجمعوه ثاني وتنكملوا به الجناب. يعني ندرجوا به كاع العيوب سهل. ولا برد راه نعاودو نسخنوه ثاني باش يدير شويه وعاد نعاودو ثاني نكملوا به. ودابا غندوزو للمرحله الثانيه تاع التزيين. غنحتاج ليها الشوكولاط يعني انا غندير الشوكولاط. بامكانكم نتوما ديروا اي حاجه. وواحد المعلومه نسيت ما قلت لكم في الكيك ديالنا. الا كنتي بغيتي الكيك يجيب بالشوكولاط زيدوا معلقه ديال الشوكولاط على حسب، يعني مره هكا مره هكا. هي نفس المقادير ومكونات، غير غادي دير معلقه ديال الشوكولاط باش تجيك الجينواز بالشوكولاط. دابا كما شفتوا انا درت لها دوك الجناب دوك الكواغط هكاك ولا الكارطه يعني تاع الفورنو باش هاد الحلوى او الكريمه الطورطه عفوا ما تديرش ليا من الجناب. ما توسخش. وبقى ليا التحتاني ديالها يبقى يعني يبقى نقي
باش من نبغي نهزو صافي تلقى ليا المكان نقي. صح التقديم يكون نقي. ساهلة الطريقة، راه تنتمنى راه فعالة وتنفعكم بكل بساطة. وهذاك الشوكولات راه يعني قرّطته باش يبقى باين، باش نديرو من الجنب. يعني بإمكانك ما ديريش الشوكولات، ديري أي حاجة أخرى، أطلّا ديري اللوز إيفيلي، ديري فويتين، ديري اللي بغيتي، ومن الفوق درت ليها غير الشوكولات، يعني ذوّبته وخليته تنشف وعاود درته من الفوق. بإمكانك ما ديريش، بإمكانك ديري الكراميل، ديري أي حاجة يعني. المهم أنا اختياري لكم، أنا درتها غير ساهلة بزاف وبسيطة. هاد الطورطة وحلوة لاكريم من أرخص وأسهل حلويات لاكريم يمكنك تفرحي بها وليداتك، وخصوصًا تكون عليها الطلب في هاد راس السنة أو راس العام. تنتمنى يعني تكون نالت الإعجاب ديالكم، وبإمكانك تحتفظي بها الثلاجة لمدة 6 أيام. بواحد البواطة تكون كبيرة وتغطيها، وتكون يعني ما تشمش حتى حاجة، وخصوصًا